السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي القرن في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم. وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن بديل وسام أبو علي. ملف وسام أبو علي خلاص اتقفل. الأهلي وافق على العرض الأمريكي لبيع وسام أبو علي ب7.5 مليون دولار زي ما قلت لحضراتكم، مقابل 2 مليون دولار مزايا إضافية، ونسبة إعادة البيع 15%. طبعا وسام أبو علي، الضجة اللي حصلت خلاص اتحسمت. الأهلي خلاص حسم الملف، والملف ده خلاص اتقفل. ودلوقتي مجلس الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف بنجهز بديل لوسام أبو علي. هل الأهلي على استعداد تام لتوفير بديل لوسام أبو علي؟ ديت رؤية الثلاثي الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف والخواجة خوسيه روبيرو المدير الفني للنادي الأهلي. طبعا وسام أبو علي الأهلي استخدمه أفضل استخدام وباعه باستثمار قوي جدا. من 18 شهر الأهلي اشترى وسام أبو علي ب1,700,000 دولار. دلوقتي بعد 18 شهر الأهلي استثمره بطريقة احترافية، وحط الأهلي على مسار احترافي جديد. يعني بيع وسام أبو علي بهذه الكيفية وبهذه القيمة المالية العالية جدا وضع النادي الأهلي على مسار احترافي جديد في عالم كرة القدم. بعد 18 شهر أنا بعت وسام أبو علي بنص مليار جنيه، يعني ب500 مليون جنيه. 7.5 مليون دولار زي ما قلت لحضراتكم، و2 مليون احتمالين قويين جدا في حالة تسجيل وسام أبو علي 10 أهداف أو 15 هدف، ونسبة إعادة البيع 15%. طبعا الأهلي لما يبيع لاعب بهذه القيمة، يعني الأهلي كان بايع بيعة غناوة زي ما قال لكم بالظبط. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الاهلي بيبيع بيعة غناوة، محدش كسر عينه، محدش بيجبره على حاجة، لا احنا هنبيع بس بشروط. احنا محدش يلوي دراعنا. النادي الاهلي كان بيبيع على طريقة هادية جدا جدا، زي ما بيقولوا على نار هادية. انا بستثمر اللعيبة اللي انا بجيبها استثمار امثل، وازاي يعني ارجع اعيد اعادة البيع للاعب بس بشروطنا احنا وطريقتنا احنا وبكلامنا احنا. طبعا دخل الوصل الاماراتي وقدم عرض وصل لحد 6 مليون وما كملش. كولومبوس الامريكي طبعا وصل ل4.5 في 6 فكمل طبعا. والأهلي على هادي خالص ومركز في الطريقة لحد ما العرض وصل ل7.5 مليون زي ما قلت حضراتكم. وطبعا الأهلي كده وضح نفسه بطريقة احترافية جديدة على مسار احترافي جديد بهذا البيع. وسام أبو علي استخدام أمثل، وسام لاعب كبير جدا. والضجة اللي حصلت ديت طبعا النادي الأهلي طبعا نادي كبير وعرف يدير الملف بطريقة احترافية كبيرة جدا. طبعا بديل وسام أبو علي، الأهلي دلوقتي عنده 3 فيرود. عنده محمد شريف، عنده جراديشار طبعا، حمزة عبد الكريم اللاعب الصاعد اللي عنده ما شاء الله يعني موهبة كبيرة جدا. حمزة عبد الكريم دي موهبة جديدة في النادي الأهلي، وإن شاء الله يقدر يقدم المزيد والأهلي يستفاد من خدماته إن شاء الله. في رأي بيقول إن النادي الأهلي طبعا عنده 3 فيرود وعنده القيمة المالية اللي هي تقدر توفر بديل لوسام أبو علي. هل الأهلي يفكر في بديل وسام أبو علي أو هيستنى للموسم الشتوي لتوفير البديل المناسب لوسام أبو علي؟ احنا عندنا محمد شريف زي ما قلت لكم، وجراديشار، وحمزة عبد الكريم. في 2 فراودة الأهلي بيفكر فيهم بكل قوة. طبعا مصطفى محمد نجم نادي الزمالك ونانت الفرنسي حاليا، والنجم طبعا أسامة فيصل لاعب لاعب البنك الأهلي. طبعا بس نادي البنك الأهلي مقدم
حاطط شروط قوية جدا، فديت ممكن تعيق شروط انتقال أسامة فيصل للنادي الأهلي. طبعا الأهلي بيفاوض بكل قوة إن شاء الله يقدر يضم مصطفى محمد، ولكن احنا مش مستعجلين. احنا عندنا 3 فراودة كويسين جدا. محمد شريف طبعا عائد بكل قوة، يبذل قصارى جهد. بص يعني هيعمل عمايل ان شاء الله، يقدر يقدم المزيد من الخدمات، والنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يستفاد منه. وانتظروا محمد شريف غير محمد شريف اللي كان في النادي الاهلي. طبعا محمد شريف كان مهاجم قوي جدا، وقدم الكثير مع النادي الاهلي، وان شاء الله يقدر برضو عائد بكل قوة، وهيبقى ان شاء الله افضل من الاول. حمزة عبد الكريم، انتظروا حمزة عبد الكريم. وزي ما قلت لكم وهفكركم بعد كده ان حمزة عبد الكريم اضافة قوية للنادي الاهلي بجانب محمد شريف وجراديشار. طبعا امام عاشور بنقول له الحمد لله على السلامة، خلاص هو دلوقتي بيعمل التأهيل الأخير إن شاء الله، ويقدر يعود في صفوف النادي الأهلي إن شاء الله في بداية الدوري، بس ممكن في المباراة الثالثة أو الرابعة. يعني مش هيعود في بداية الموسم، ولكن هو إن شاء الله في المباراة الثالثة أو الرابعة بالكتير. وبنقول إمام عاشور الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ترجع أفضل من الأول. وطبعا ده كان كل موضوعنا عن ملف وسام أبو علي، وتوفير البديل المناسب لوسام أبو علي. والأمر ده طبعا بين الخواجة والكابتن محمود الخطيب والمدير الرياضي اللي هو بينقل الصورة الكاملة. بقول تاني ان المدير الرياضي للنادي الاهلي الكابتن محمد يوسف المحترم، اللي هو اللي بينقل الصورة الكاملة من المدير الفني للكابتن محمود الخطيب المشرف على الرياضة في النادي الاهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الاهلي. طبعا محمد يوسف ده الكابتن المدير الرياضي اللي هو بينقل الصورة بشكل صريح جدا وبكل قوة وبكل صراحة، وبينقلها هو همزة الوصل بين الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. شكرا. طبعا رد قوي من الكابتن أحمد شوبير على تصريحات الكابتن خالد الغندور. خالد الغندور الزملكاوي بيقول انتوا ليه ما بتعلنوش عن بيع وسام أبو علي؟ يا عم انت مالك؟ خليك في حالك. انت ايه شغلك؟ شاغل نفسك ليه بالنادي الاهلي؟ ده الكابتن احمد شوبير عمل عمايل في الكابتن خالد الغندور. انت شاغل نفسك ليه بالنادي الاهلي؟ انت بتدخل المدرسة علشان تنجح، فجأة طلعت الاول، فجأة خدت الماجستير، فجأة خدت الدكتوراه، الكل مش عارف يحصلك، كل بيجري مش عارف يحصلك. النادي الاهلي عمل كده، الكل مش قادر يحصل النادي الاهلي. انت شاغل نفسك ليه بالنادي الاهلي؟ شاغل نفسك ليه بقيمة النادي الاهلي؟ انت مالك؟ خليك في حالك. شاغل نفسك ليه بالنادي الاهلي وصفقة وسام؟ طب انت ما بتعلنش ليه عن بيع صفقة وسام؟ انت شاغل نفسك ليه؟ خليك في مشاكلك وخليك في ناديك اللي هو مش قادر يحصل النادي الاهلي. ده كان رد الكابتن احمد شوبير على الكابتن خالد الغندور.